السلام عليكم. لو عندكم مشكلة مع الكيك انه ما بيطلعش مظبوط معاكم او مكتوم او مش فيها شاشة او مش مستوي كويس، تابعوا معايا الفيديو ده. لو عندكم مشكلة مع كيك الشوكولاتة او مع كيك عامة، هنعمل مع بعض كيك شوكولاتة اقتصادية ومقاديرها سهلة وبسيطة، متوفرة في كل بيت، ونتيجتها ان شاء الله تطلع مظبوطة وهشة وناجحة معاكم في كل مرة. هقول لكم كمان على غلطة انا غلطتها في الكيك. انا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو اول مرة تشوفوني، لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. اجي بقى في الخلاط او بالمضرب الكهرباء، احط كوباية سكر وكوباية لبن، كوباية الا ربع زيت، ونص كوباية كاكاو خام، ومعلقة صغيرة فانيليا. احط فانيليا سايلة او فانيليا باودر، واضرب المكونات كويس جدا على السرعة العالية بالخلاط. نزل بقى بالمعلقة كده اللي على الجناب واضرب تاني. شايفين بقى القوام بعد ما ضربناه؟ اخد بقى من كمية السائل اللي في الخلاط دي نص كوباية واشيلهم على الجنب. لحد دلوقتي كده احنا عملنا صوص شوكولاتة. احط بقى في الخلاط 3 بيضات، ومعلقة كبيرة خل. اضرب كويس جدا 4-5 دقايق عشان الخليط يمتزج كويس ويدخله هوا. كمان لازم كل المكونات اللي معايا تكون بدرجة حرارة الغرفة. معايا بقى كمان كوباية دقيق وكيس بيكنج باودر او معلقة كبيرة ورشة صغيرة ملح، وانخلهم. الخطوة دي مهمة جدا عشان الهواء يدخل الدقيق واتخلص من اي قطع صغيرة موجودة في الدقيق. ده بيخلي الكيكة بتاعتنا هشة ومرتفعة وكلها مسامات. اضيف بقى بعد كده السائل اللي معانا في الخلاط على الدقيق واضربه في اتجاه واحد. اضربه بقى بمضرب الكهرباء او بالمضرب اليدوي كده. انزل اللي على الجناب واكمل ضرب. مهم جدا واحنا بنعمل اي كيك ان احنا نضرب في اتجاه واحد عشان الهواء ما يخرجش من الكيك. ما ينفعش نضرب في اتجاه ونرجع نضرب في اتجاه تاني. بس كده الخليط ضربته معايا. شايفين بقى القوام بتاعه؟ قوام متوسط، لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي. اجي بقى كده في صينية ادهنها بالزيت. دي صينية مقاس 26، دي مقاسها بيبقى مناسب للكمية دي. دينا كيكة مرتفعة وارتفاعها كويس. لو عايزين ارتفاعها يبقى اقل من كده نكبر الصينية نخليها مقاس 28، ولو عايزين ارتفاعها يبقى اعلى اكتر نصغر الصينية شوية لمقاس 24. حطيت كمان شوية دقيق كده في الصينية وبطنت الصينية بيهم. حطيت بقى الخليط بتاع الكيك كده في الصينية، خبطتها خبطتين كده عشان الهواء اللي فيها يخرج. دخلها بقى الفرن على الرف اللي في النص، فرن سخن على درجة حرارة 180. خدت معايا في الفرن 40 دقيقة. معايا بقى هنا نص كوباية كريم شانتيه، معايا كمان معلقتين
كبار سكر بودر حطهم على الكريم شانتيه. لكن لو الكريم شانتيه متحلي وفيه السكر بتاعه مش هحتاج ان انا ازود سكر تاني. وكوباية لبن احط منها شوية شوية، اشوف هستخدم قد ايه منها. اللبن اللي معايا ده يكون ساقع او متلج. اضرب في الاول على السرعة المنخفضة لحد ما الخليط يمتزج عشان الكريم شانتيه مش يطير، وبعدين ارفع السرعة على اعلى حاجة لحد ما الكريم شانتيه يكون فوم ورغوة معايا كده. كمان ضروري جدا الكريم شانتيه يكون تقيل، ما نخففوش قوي ولا يكون سايل. اللبن بنضيفه شوية شوية لحد ما نوصل القوام اللي احنا محتاجينه ونظبطه، لان بيختلف حسب نوع الكريم شانتيه. احطه بقى كده في التلاجة عشان يجمد معايا. كده الكيكة استوت معايا وبقت جاهزة اهي. خرجها بقى كده من الفرن. بعد نص ساعة او 35 دقيقة اختبر الكيك بخلة او بطرف السكينة، احطها في نص الصينية. لو خرجت نضيفة يبقى الكيك كده استوى. اجيب السكينة كده داير ما يدور حوالين الكيكة عشان اقدر اخرجها من الصينية. استنى بقى لحد ما الكيك تبرد خالص، واجيب بقى كده كريم شانتيه وابدأ اغطي بيها الكيك. لو عايزين الكريم شانتيه يبقى كريم شانتيه شوكولاتة، اقدر ازود عليه كاكاو خام، ازود معلقة او معلقتين وقت الضرب. اغطي بقى كده بالكريم شانتيه الكيكة واسويها. مهم ان الكيكة تكون باردة تماما، والكريم شانتيه اكون حطاه في التلاجة عشان يسقع ويجمد في الفترة اللي بسوي فيها الكيك. هنا بقى انا في غلطة انا غلطتها ولازم اقول لكم عليها عشان مش تغلطوا الغلطة دي. انا مش كان عندي وقت كفاية ان انا استنى اما الكيك يبرد تماما. يعني هو كان بارد بس مش كان بارد بصورة كافية، كان لسه دافي شوية، وده خلى الكريم شانتيه لما ابدأ احطه على الكيكة مش كان بيتفرد كويس، كان بيسيح ومش بيظبط معايا. كمان مهم واحنا بنشكل الكيك بالكريم شانتيه نكون شغالين في مكان ما يكونش سخن عشان الكريم شانتيه مش يسيح معايا، واقدر اشكله واتحكم فيه كويس. احط بقى الكريم شانتيه على الجناب كده واسويه. بعد كده بالمنديل اشيل الزيادات اللي في الطبق. حطيت بقى نص كوباية صوص الشوكولاتة اللي احنا شلناه في الاول، حطيته بقى في الكيس كده. فتحت الكيس حتة صغيرة جدا عشان اقدر اشكل بيه. اشكل بقى الكيك باي شكل احبه. ممكن كمان ما احطش الكريم شانتيه واحط الصوص ده على وش الكيكه. الحقيقه ده كان عيد ميلاد ابني وطلب كيك الشوكولاته، كان لازم اعملها له حتى لو كنا في وقت العيد. شكلت بقى كده بالشوكولاته اي شكل تكونوا عايزينه.
حطيت بقى كده الفراولة، لازم الكيكة تكون بردت تماما والكريم شانتيه يكون ساقع لما نيجي نشكل بيه. كمان بعد ما نشكل الكيك بتاعنا ندخله التلاجة عشان الكريم شانتيه يجمد وشكل الكيك يظبط معانا. بعد ما نطفي على الكيك افتح باب الفرن على النص لمدة 5 دقايق، وبعد كده اطلع الكيك من الفرن. مطلعهوش فجأة من درجة حرارة الفرن لدرجة حرارة المطبخ، لازم ادرج درجات الحرارة عشان مش يهبط معايا. شايفين بقى الكيكة مرتفعة ازاي وهشة ومظبوطة على نفس ارتفاعها زي ما طلعتها من الفرن، ما هبطتش معايا. لو عملتوا كيكة بالمقادير دي وبالطريقة دي ان شاء الله هتظبط معاكم. كل اللي بيعمل كيك شوكولاتة والكيكة مش بتطلع مظبوطة معاه جربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتطلع مظبوطة وناجحة معاه. كمان مقاديرها بسيطة موجودة في كل بيت. ما تنسوش وانتوا بتعملوا الكيكة تذكروا الله وصلوا على النبي عشان ربنا يحسن ما بين ايديكم. بألف هنا.